في ليلة المتعة والإثارة والعجب، المغرب تعانق الذهب وتتوج بكأس العرب بعد انتصار ثمين ومتعب على المنتخب الأردني الذي قدم ملحمة كروية رائعة استحق عليها التحية. خسر لكنه كسب احترام الجميع بعد أن ذهبت المباراة النهائية إلى الأشواط الإضافية ليكون عبد الرزاق حمد الله هو نجم هذه الأمسية الختامية ب3 أهداف لهدفين، ليؤكد أنه مهاجم من طراز خاص ونوع مختلف. التهاني والتبريكات الخالصة والصادقة للمملكة المغربية قيادة وشعبا لفوزهم المستحق ببطولة كأس العرب وإضافتهم النجمة الثانية عربيا على القميص الأحمر الذي يتزين في هذه الليلة بهذه البطولة وبهذا اللقب الغالي. حظا أوفر لنشام الأردن على هذا العرض الرائع الذي قدموه طيلة أيام هذه البطولة، وكل الأمنيات لهم بالتوفيق في المواعيد القادمة. أسطورة الكرة المغربية عبد الرزاق خيري، ألف ألف مبروك كابتن هذا الفوز وهذا الانتصار في هذا النهائي الصعب والشاق الذي تلاعب بالأعصاب والقلوب. الحمد لله ديما مغرب المغرب أسد الملك وهنئ المنتخب المغربي والشعب المغربي على هذا الإنجاز، وأقول لأخي حاتم هارد لك وللشعب الأردني الشقيق في مناسبات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. حمد الله يهدي الكأس العربية إلى كابتن. مبروك مبروك كابتن، مبروك مبروك مبروك، ألف ألف مبروك. هذه دموع غالية لرجل يعني كانت له بصمة في المونديال قبل 40 عام، واليوم يفرح هني في أبو ظبي مع المحبين للكرة المغربية أسود الأطلسي. ألف ألف مبروك كابتن، وتهانينا تهانينا. حظ أوفر حاتم إن شاء الله في الجاي. قدمتوا مباراة كبيرة، عرض رائع، تستحقون التحية والتقدير. هذا الجيل جيل يستحق الأردن أن يفتخر فيه طبعا، ونحن كعرب نستحق فعلا أن نفتخر بهؤلاء النشامة ونفتخر بهذه المقابلة النهائية روعة في الأداء وجمالية الأهداف. أعطت واحد يعني الصورة جد مشرفة للعرب ككل، تزينت الكرة العربية بهذا التتويج العربي الثاني للمملكة المغربية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة. وهذا الفوز اليوم ربما يعطيه الشحن ومعنويا كذلك المنتخب إن شاء الله الأول اللي على أبواب كأس إفريقيا إن شاء الله بالتوفيق. ونتمنى أن يحقق كذلك المبتغى ويفوز باللقب القاري الذي غاب عن المملكة المغربية حوالي 50 سنة تقريبا. مبروك مبروك كابتن. شكرا اخي حاتم. هارد لك لمنتخبنا. منتخبنا قدم والله تستحقون اكثر عن هارد لك. قدم بطولة رجولية حاتم. بطولة استثنائية. شفنا اليوم النشامة ما قصروا في المباراة، كانوا بين قوسين أودنا أنهم يأخذوا البطولة 3 دقائق كان تفصلهم عنها، لكن هذه كرة القدم وهذه متعتها. بتلعب على يعني تفاصيل صغيرة. هارد لك للنشامة، هارد لك لجمهورنا الكبير اللي كان في الملعب واللي كان خلف الشاشات. نقول للاعيبة انتوا أديتوا بطولة كبيرة بالنسبة لنا، وانتوا في نظرنا كبار، وان شاء الله القادم أفضل، وان شاء الله احنا بانتظاركم في المحافل القادمة. ما في شيء يعني يعبر عن اللي في داخلنا بالنسبة لكم. احنا كنا حابين تاخذوا البطولة عشان انتوا تفرحوا، انتوا يعني ربنا يجزيكم على تعبكم، انكم ما عملتوا كل شيء في كرة القدم، الا انه هذه كرة القدم قدر الله وما شاء فعل. ان شاء الله باذن الله انه البطولات القادمة يكون للأردن بصمة فيها، واحنا تنقصنا خبرة البطولات كانت يعني ما مش عارف شو بدي احكي. الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله. نهائي يليق بالعرب، بالكرة العربية، بهذه النسخة الثانية الاستثنائية من كأس العرب كابتن علي.
اكيد يعني اول شيء الف مبروك كابتن عبد أخوي الرزاق، سعيدين لك كثير وتستاهلوا هذا الانجاز، وهر لك اخوي كابتن حاتم على المنتخب الجميل المميز اللي فعلا امتعنا اليوم. احنا يمكن كمحايدين استمتعنا فعلا بنهائي يليق بالكرة العربية حقيقة. اليوم لما تيجي وتشوف هذا الإنجاز الكبير اللي حقق في الكرة العربية، نهائي على أعلى مستوى، جانب فني، كروي، تنظيمي، جماهيري، اليوم في ملعب 84,000 تشاهد هذا المنظر نشوفه في نهائيات كأس العالم، ولكن اليوم نشوفه في مثل هذه المباراة. أعتقد أنها كأس العرب حققت أهداف جدا جدا كثيرة فنية، علاقة العرب والأخوة ما بينهم في هذه الملاعب اللي احتضنتها دولة قطر. اليوم نشوف كرنفال نتمنى فعلا أن نشوفه كل سنة. تهنئة مشاهدينا الكرام من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عبر حسابه الشخصي في موقع إكس، يقول فيها: أهنئ أخي جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق بالفوز بكأس العرب فيفا قطر 2025 لكرة القدم بعد أداء متميز وروح رياضية عالية لفريقي المغرب والأردن، وأشيد بالتنظيم الناجح للبطولة من قبل دولة قطر الشقيقة، وأتمنى للجميع التوفيق في المنافسات المقبلة. هذه كانت التهنئة التي منها نعود إلى الزميل عامر عبد الله مع مراسم تتويج الفائز والمتوج بكأس العرب المنتخب المغربي. إليك عامر.